كان في حدوتة قديمة عن بحار مصري أيام قدماء المصريين. طلع على سفينة كبيرة فيها عمال مناجم الملك، بس البحر هاج والسفينة غرقت بكل من عليها. ما نجيش غير البحار ده لقى نفسه على جزيرة كبيرة ما فيهاش بني آدم، بس فيها تعبان ضخم جدا. والتعبان ده كان بيتكلم بلغة الملاح. قعد يتكلم معاه ويطمنه ان ما تخافش يا ابني وهترجع بلدك ومش هاكلك ومش هبلعك. والملاح اطمن له وفعلا حكى له حكايته. وبعد شهور كتير عدت سفينة ملكية خدت الملاح ده. الملاح كان خايف من غضب الملك، فأول ما وصل للملك حكى له حكايته وقال له ده أنا حصل معايا عجب العجاب. مش بس كده، ده أنا جايب لك كمان من عند التعبان هدايا وجواهر وحاجات حلوة كتير. والملك سمعه. القصة اللي أنا حكيتها دي موجودة في بردية تعتبر من أقدم البرديات اللي فيها قصص على مستوى البشرية، ومحفوظة في متحف في سان بطرسبرج في روسيا. القصة دي اللي اسمها الملاح التائه ناس كتيرة قوي اعتبروها مصدر إلهام لملاحم وقصص عظيمة زي الأوديسا لهوميروس وزي السندباد اللي في ألف ليلة وليلة. إحنا النهاردة معانا ملاح مصري أصيل، عربيته هي سفينته، وبدل البحور السبع ساق على الطريق أكتر من 40 سنة. جبناه وقعدنا معاه على جنب علشان نسمع قصصه وحكاياته. النهارده معانا الأسطى مهران الهواري.